ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سام. وزي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتشر فيديو على السوشيال ميديا لواحده اسمها ام مريم. ام مريم دي اشتهرت على التيك توك بالمقوله بتاعتها هلا والله يا فانزاتي. فيديو قالوا انه هي بتسب مصر وبتشتم مصر. في ناس كتير في التعليقات قالت الست دي لازم تتحبس، في ناس قالت بلاغ للنائب العام، في ناس قالت لازم تتحاسب. نشوف الفيديو مع بعض بتاع ام مريم ونرجع نكمل كلامنا. بصوا يا شوية عرر، ماشي؟ احنا ناس ماشيين بما يرضي الله. احنا مصر مين يا معفنين اللي احنا نتفق عشان مصر مين؟ مصر مين؟ مصر مين اللي انتوا خايفين عليها؟ قولوا اللي انتوا حقدانين على 2 ستات شقيانين ب 100 راجل بينزلوا من نجمه مش زيكم بيفتحوا لايفات ويلطوا على الحريم. لا، احنا مالناش في الكلام ده، ماشي؟ ما تدخلوش ام مريم في حاجه عشان انتوا اللي ما تروحوش في داهيه، ماشي؟ طالما انا ماشيه صح اديكوا بالشبشب اللي انا لابساه. مصر مين يا حبيبي التوهيه اللي انتوا خايفين عليه؟ انتوا اصلا لو مصر مين يا معفنين؟ طز في مصر. مصر مين الواحد يعمل لها حساب دي؟ مصر مين والنبي؟ ما علينا. لو انتوا تعرفوا اللي فوق، عارفين اللي فوق ده، لو انتوا تعرفوه مش هتجيبوا سيره ولايه، مش هتفتحوا لايف وتنطوا زي الحريم، ماشي؟ مع ان الحريم دلوقتي بقت ب 100 راجل وبقت مشغوله دلوقتي بعيالها وبالجنيه وبالشغل، لكن انتوا حريم قاعدين في اللايفات بتلطوا على 2 حريم شقيانين وتقولوا اصل بيسووا سمعه مصر. لا، احب اقول لكم بقى رساله من ام مريم: طز فيكم وطز في مصر وطز في اي حد. مصر مين يا شويه معفنين اللي الواحد يحطها في دماغه؟ مصر مين؟ ده بلد الجعانين، والنبي اسكتوا، النبي اسكتوا، ده بلد الجعانين زيكوا كده. ربنا يبعد اللي زيكوا عننا، ربنا يبعدهم عننا. انتوا اللي زيكوا ناس حقوده. لو تقولوا اصل بنخاف على سمعه بلدكم، يا عيني يا حرام يا حرام. كل واحد بيمثل نفسه يا عسل انت وهي، كل واحد بيمثل نفسه. الحقد باين في عينيكوا قوي، الغل باين في عينيكوا قوي، ماشي؟ راعوا ربنا عشان ربنا يرزقكم انتوا كمان، واللي متغاظ منها يعمل عربيه كبده زيها. طبعا الواضح من كلامها ان الست دي جهله، وانا مش بلوم عليها او بعتب عليها او ان انا بهين فيها لا سمح الله. الفكره كلها يا جماعه ان الجاهل عدو نفسه. الجاهل ما بيعرفش معنى الالفاظ اللي بيقولها ممكن توديه لغايه فين. الجاهل ممكن يدين نفسه بكلام هو في غنى عنه. الفكره كلها والله يا جماعه ان احنا بلاش نسن السكاكين على الست دي. الست دي اغلب من الغلب انا ما اعرفهاش ولا ليا علاقه بيها، بس الفكره كلها مش لازم كلنا نكون جلادين. الفكره كلها مش لازم كلنا نذبح الست دي، مش لازم كلنا نحط حبل المشنقه حوالين الست دي ونعمل كلنا اوصيه على كلامها. الست دي اتعرضت اكيد لنقد شديد هو اللي خلاها تطلع تقول الكلام ده بدون وعي منها، او ما تعرفش عواقب الكلام اللي هي قالته ده ممكن يكون ايه. الفكره كلها ان احنا بدل ما نعلق لها حبل المشنقه لازم نفهمها الصح من الغلط. الجاهل يا جماعه عدو نفسه. الجاهل ما بيعرفش هو بيقول ايه، فمش هنحاسبها بجهلها على الكلام اللي قالته بعفويه. هي قالت في كلامها ان مصر بلد جعانين او بلد جعانه. هي مش من جزر الكاريبي يا جماعه، هي من مصر برضه، بس هو خانها التعبير نتيجه الضغط الشديد. الست دي اتعرضت لمواقف محدش يستحملها، وتعرضت لاهانات في حياتها، وتعرضت لضغوط في حياتها شديده جدا. فما ينفعش ان احنا كمان نكون جلادين عليها، ما ينفعش ان احنا كمان نكون اوصياء على كلامها. نوجهها ونعرفها الصح من الغلط، بس ما ينفعش نكون المقصله ان تتحط فوق رقبتها ونقول لازم تتحبس ولازم تتحاسب، وبلاغات للنائب العام وان الست دي لازم تقف عند حدها. وقفوها عند حدها بس بالكلمه الطيبه، عرفوها انها غلطت، عرفوها ان هي اساءت التعبير. واكيد واحده زي كده بالغلب دوت وبالطيبه اللي هي فيها اكيد هترجع عن اللي قالته، لكن مش لازم نكون احنا الجلادين. السلام عليكم.